لو نتخيل كيف كانت فرحة أهل المدينة برسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم إليهم مهاجرا، ما منهم من أحد إلا وهو يجيب شيء. هذا يأتي بالزاد، هذا يأتي بالمال، هذا يتقلد سلاحه ويجي يا رسول الله تعال إلى المنعة إلى النصرة، هذا يفتح بيته مثل خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أم سليم اللي هي الرميصاء بنت ملحان اسمها مليكة أم أنس بن مالك، كانت فقيرة رضي الله عنها وأرضاها. جابت ولدها تقول ما من أحد يا رسول الله، ولدها عمره 8 سنوات اللي هو أنس بن مالك، قالت يا رسول الله ما من بيت من بيوت المدينة إلا وقد أتى إليك بتحفة أتحفك بها، إلا أنا ما وجدت ما أتحفك به إلا ولدي هذا، خذه ليخدمك يا رسول الله. الله أكبر، ولدها عمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات صغير. يقول قد أزرتني بنصف خمارها من الفقر. يقول وجابتني قالت يا رسول الله ادعو له بالبركة، هذا أنيس يخدمك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده. وبقي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. يقول والله ما ضربني ولا عبس في وجهي ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته أبدا، ما كان ينهره بشيء عليه الصلاة والسلام ولا يؤذيه بشيء. الرميصاء بنت ملحان شوف كيف التضحية، أعطته ولدها هذا الحب رضي الله عنها وأرضاها. مليكة بنت ملحان. عاش أنس بن مالك وتوفي رضي الله عنه وعمره 93، عمره 93 رضي الله عنه. هذه الأم المباركة قدمت للأمة كلها خدمة عظيمة بولدها، فكان من أكثر الناس رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابته دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس والله إن مالي لكثير وإن لي من الولد وإن ولدي وولد ولدي لا يبلغون 100 يروحون بين يدي ويجيئون. وعمر رضي الله عنه، عمر حتى أدرك زمن الحجاج. الحجاج هذا كان مرة جالس في مجلسه أنس بن مالك خادم رسول الله، جالس في مجلس الحجاج وهو والي على العراق لعبد الملك بن مروان، فقال إيه يا أنيس، يوم مع علي ويوم مع ابن الزبير ويوم مع ابن الأشعث، والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة ولا أدمغنك كما تدمغ الصمغة. فلما سمع أنس قول الحجاج قال إياي يعني الأمير أصلحه الله، قال إياك أعني صك الله سمعك. شوف كيف الحجاج بهذا الفظاظة وهذا الغلظة وهذا الشدة يخاطب خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أنس إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لولا الصبية لما باليت أي ميتة مت ولا أي قتلة قتلت. ثم خرج من عند الحجاج مغضبا وكتب إلى عبد الملك بن مروان إن الحجاج قد قال لي هجرا وقد أسمعني نكرا ولم أكن لذلك أهلا، فقد أمت بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يا عبد الملك هكذا يفعل بخادم رسول الله؟ فغضب عبد الملك بن مروان، ثم كتب كتابا أرسله مع رجل اسمه إسماعيل بن عبد الله أبي المهاجر، كتب كتابا إلى الحجاج وكتاب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال والله يخاطب خادم رسول الله بكل أدب، يقول والله ما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك، وقد كتبت للحجاج. ثم سبه عبد الملك، سب الحجاج، كتبت له كتابا إن عاد لمثلها جعلته لك أطوع من أمتك، وقيل أنه قال جعلته أطوع لك من نعلك. وصل الكتاب إلى كتاب توبيخ إلى الحجاج من عبد الملك، فذهب إلى أنس بن مالك إلى أبي حمزة رضي الله عنه يسترضيه ويطلب العفو منه. فهذا خادم رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. أمية الليثي الكناني قدم المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه زوجته ولدهما كلاب، وبقوا في المدينة. طبعا أمية صار شيخ كبير
مرة من المرات التقوا بطلحة بن عبيد الله وبالزبير بن العوام فسألوهما عن أفضل الأعمال في الإسلام، فقال لهما الجهاد في سبيل الله. يقولون فكانوا مرة من المرات جالسين في مجلس عمر، فقال أمية يعني كأنه يذكر الجهاد أفضل الأعمال كما أخبروه، قال هذا اليوم من أيامي يا أمير المؤمنين، لولا كبر سني أنا الآن شايب، ولأني أتمنى هذا الأمر أن أكون مع الجند المسلم في الثغور على يعني فتوحات بلاد فارس. ولده كلاب موجود وهو من أبر الناس بأبيه، بار بأبوه. فقام كلاب قال يا أمير المؤمنين إني أبيع دنياي بآخرتي وأشتري نفسي من الله أن تجعلني ألحق بجيوش المسلمين في بلاد فارس. قام أمية متعلق بولده قال تتركني وأنا شيخ كبير وأمك فين تروح؟ فجلس يسترضيه ويطلب أبوه ويطلبه حتى وافق على مضف والتحق بالجيوش الإسلامية فتوحات. لكن الشايب هذا ما نسي ولده، حزن على ولده ويكابر. يوم من الأيام جلس تحت شجرة، يقولون فشاف حمامة تطعم فراخها، كانت زوجته معه، جلسوا يبكون وأم كلاب جالسة معه. تذكروا ولدهما كلاب، قال لمن شيخين قد ذكر كلابا كتاب الله لو عقل الكتابة، تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا يسيغ لها شرابا، طويلا شوقه يبكي كفرد على حزن ولا يرجو الإياب، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكر كلابا. يبكي اشتد حزنه، يقولون وضعف بصره وحالته تتردى يوما بعد يوم، يتذكر هذا الولد، بار الولد بأبيه. يقولون حتى أنه بلغ به مرة من المرات أنه دعا على عمر أنه سمح الولد، فأخذ واحد من أصحابه مرة من المرات، يقولون شايب كبير ما عاد يشوف، فأدخله مجلس عمر وهو ما يدري، شايب كبير ما عاد يشوف، ما درى أنه دخل على عمر. جلس عند عمر ثم قال له صاحبه هذا، قال يا أمية أنشدنا بعض أشعارك، ولأنه دائما كل شعر يتسلى يذكر ولده. قال أعاذل قد عذلت بغير علم ولا تدري أعاذل ما ألاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين سامهما فراقي، سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى زقاقي. قال عمر من هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا أمية الكناني. قال وما خطبه؟ قالوا ولده ذهب إلى فتوحات في بلاد فارس وهو حزين على ولده. قال نرسل الآن المرسول السريع